انا زهقت. ايه ده؟ انتوا عاملين كده ليه؟ انا زهقنا. هو ايه اللي حصل؟ طفل من شوية مش عايز يذاكر وفجأة بقى متحمس. يا ترى ايه السر؟ السر في الألقاب. ألقاب؟ طب ما تيجوا نسمع الحلقة وهنفهم يعني ايه ألقاب. انا زهقت. ايه ده؟ انتوا عاملين كده ليه؟ انا زهقنا. طب ايه رأيكم في اعلان مهم قوي النهاردة؟ ايه؟ النهاردة هيبقى في حاجة اسمها الألقاب. يعني ايه القاب؟ ألقاب يعني كل واحد فيكم النهاردة هيكون ليه اسم مميز. طب الاسم ده هتكسبوه ازاي؟ الاسم ده هتكسبوه لما كل واحد فيكم يبقى بطل في حاجة معينة. يعني مثلا في حد النهاردة هيبقى اسمه بطل السرعة، انا بحب السرعة. وفي بطل النهاردة هيكون اسمه بطل الإجابات الإبداعية. انا بحب ابدع قوي في الاجابات. في بطل هيبقى اسمه بطل التركيز. دي لعبتي انا بحبها. طيب كل واحد فيكم عشان ياخد اللقب بتاعه لازم ينفذ معنى اللقب. يعني أحمد أنت هتكون سريع، موافق؟ موافق. وانت يا يوسف طبعا انت هتذاكر وفي حل أسئلة الدرس هيبقى إجاباتك مبدعة. موافق، بس ده هيحتاج وقت. مفيش مشكلة، خد وقتك. وانت يا جاسر طبعا علشان تبقى بطل التركيز هتكون مركز في كل حاجة بتقرأها. موافق، دي لعبتي برضه. طيب بما اننا اتفقنا، جاهزين دلوقتي نذاكر بحماس؟ جاهزين. يلا بينا. انا خلصت. ودلوقتي وقت إعلان الألقاب. وانا كمان خلصت. دلوقتي يا أبطال كل واحد فيكم هياخد اللقب بتاعه. برافو عليكم. تفتكروا الألقاب دي حاجة حلوة ولا حاجة مش حلوة؟ دي حاجة حلوة طبعا. لما قلت لك يا أحمد أنت هتكون بطل السرعة، أنت حسيت بإيه؟ حسيت بحاجة حلوة. حسيت برضو ان انت عايز تخلص بسرعة عشان تكسب اللقب، ولا قلت عادي دي حاجة مش مهمة؟ لا، كنت عاوز ابقى سريع. وانت يا يوسف لما قلت لك هتكون بطل الإجابات الإبداعية ده حسسك بإيه؟ انا كنت متأكد وحاسس ان انا الاجابات بتاعتي كلها هيبقى فيها لمسة فن. لما قبل ما اقولك ان انت هتكون بطل الإجابات الإبداعية، هل ده كان شيء محفز ليك انك تفكر في إجابات مختلفة عن اللي في الكتاب شوية؟ ما كنت، لان ما فيش مكافأة اعمل عليها، فكنت ملان، كنت هجاوب الاجابات المكتوبة وخلاص. بالنسبة لك يا جاسر هل كلمة بطل حاجة بتفرق معاك؟ اكيد. دي مثلا انا بطل في حاجه، أنا كده بتحفزني ان انا ابقى شاطر فيها اكتر. طيب يا ولاد، لو مفيش تحفيز، لو مفيش ألقاب، لو مفيش نجوم، هيبقى المذاكرة بالنسبة لكم ايه؟ حاجه ممله جدا يعني. وهيبقى ما فيش سبب نعمل عليه. مش هبقى حابب اذاكر. يعني انتوا رأيكم ان من اكتر الحاجات اللي بتخلينا نتحفز على المذاكرة يا يوسف هي ان يكون عندنا مكافآت مختلفة، زي مثلا انا عن نفسي هبقى عايز مكافأة، اجيب حاجة ليا تنفعني، زي ان انا اجيب
كتب عن الإجابات الإبداعية، وحاجات تانية عن القصص. لما تكافئيني على حاجه انت كده بتحمسيني اكتر ان انا مثلا انا بحب مثلا المقارنات. مثلا بتقولي انتي يلا يلا يا عيال ذاكروا مثلا عشان في مقارنه، يعني في مقارنه بين مثلا انا وحد تاني، فانت كده بتحفزيني ان انا اذاكر عشان اللي هو اكتب الحاجات اللي انت ذاكرها. بالنسبه لي دي مكافاه. اللي انت بتتكلم عنه ده مش اسمه مقارنة، اسمه تحدي. انت قصدك بتتحمس لما يكون في تحدي بينك وبين حد تاني. ايوه افضل اكتر مثلا ان تدي مكافاه مثلا تقدر فيها عن تعبي. وانا بحب المكافأة لما انت بتقولي لي هجيب لعبة. ماشي يا ابطال. واللي بيشجعنا طبعا ان احنا نعمل حاجات صغيرة زي النجوم، ده بيشجعكم؟ طيب الالقاب زي بطل كذا وبطل كذا، ده بيشجعكم؟ لو ما فيش حاجات تحمسكم زي مثلا ان انا اقول لكم في ستارز معينه هتاخدوها، ولو جمعنا ستارز هتاخدوا مكافاه في الاخر زي لعبه زي ما احمد ما قال، او ان مثلا في تحدي، او ان انت مثلا تتحدى نفسك. بمعنى ايه؟ لو في حاجه انت النهارده كنت مش شاطر فيها قوي، هتتحدى نفسك ان بكره تكون فيها اشطر. صح كده؟ صح. الحاجات دي بتفرق. ولو مش موجوده هنذاكر وملل ومش هتفرق. وكمان مش هيبقى فيه فرح لينا. جمال لأنفسهم. لو عايزة أدوات أكتر تخلي طفلك يحب المذاكرة أكتر، اشتركي في قناة على قد عقلنا وابعتيها لكل الأمهات اللي حابة أنهم يستفيدوا كمان يشتركوا فيها، لأن الفايدة كده هتبقى للجميع. وكمان هنديكوا أدوات تحفيزية أكتر للأطفال على المذاكرة. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.